السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بما اننا خلاص داخلين على شهر اتنين، فالحس ان كتير منكم كده بيقابلوا كام مشكله، ويعتبر دي مشكله كده مشتركه بينكم كلكم. الا وهي الكام مشكله دول يعتبر هم اللي مسببين العقده الكبيره عندكم، وانك حاسس اصلا ان كل ماده صعبه، وان انت عندك مشاكل والوقت بيجري وكل الكلام ده. مع ان انت لو قعدت مع نفسك كده وقعدت تشوف كل مشكله لوحدها وتشوف الحل بتاعها، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. يعني ببساطه، انا لقيت كتير جدا منكم عدم الالتزام بيشكي ان هو مش ملتزم، ولو التزم شويه بيحس ان هو فاقد الشغف شويه. يعني بقى الالتزام فقدان الشغف، التراكمات اللي هي ملهاش اول من الاخر، ان من اولكم من اول شهر 8 لحد دلوقتي يعتبر شهر 2 بيشكي من التراكمات وكلام شبه كده. فانا هكلمك ببساطه كده عن كل حاجه فيهم وكل مشكله ان شاء الله، وتتعامل معاها ازاي ببساطه. ولو عندك اي مشكله اكتبها لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليك. بص يا عم، خلينا نبدا اول حاجه كده بعدم الالتزام. ليه انت مش ملتزم؟ لانك ببساطه ماشي بعشوائيه. اي حد ماشي بعشوائيه بجد هيحس دايما ان هو مشتت. وخدها مقوله كده بجد وامشي عليها: المشتت لا يصل. طول ما انت مشتت مستحيل توصل لحاجه انت عاوزها، ومستحيل اصلا تلاقي نفسك في نتيجه كويسه. ليه بقى؟ لان انت التشتت ده هيخليك تهمل، هيخليك تراكم بدل المره اضعاف. ممكن يكون على فكره متراكم عليك درس صغير قد كده تقدر تجيبه، ولكن بسبب تشتتك وانت مش عارف تبدا ازاي، تلاقي نفسك خلاص بدل ما كان درس عدى شهر بقى اربع خمس دروس متراكمين عليك. فببساطه عدم التزامك هو جاي من التشتت. فانت ببساطه اقعد مع نفسك كده، شوف انت مشتت ليه. يعني والله مثلا انا ليه واخد السنه كده على صدري جامد وحاسس ان انا مبوظ الدنيا ومتشتت ومش عارف ايه. بص، موضوع التشتت ده على فكره هيكون ناتج عن حاجات كتير. ناتج نفسيه كده جواك، ان انت حاسس ان انت انا عاوز كذا بس انا متاخر، وحاسس دايما ان انا بدل ما بحل كتاب غيري بيحل 3 4 كتب. والكام مشكله اللي انا عارف ان هي هوس في دماغكم دول. ببساطه كده انت ليك دعوه بنفسك. بالله عليك خد القاعده دي كده وامشي بيها طول السنه. انت دلوقتي ليك دعوه بنفسك، مالكش دعوه باي حد تاني. يعني انت دلوقتي والله شفت صاحبك بيحل كتابين 3 4 كده في ماده معينه، فانت مالكش دعوه بيه. انت يا عم بتحل كتاب واحد وانت حاسس ان انت وقتك مليان، خلاص مفيش وقت تاني، هتنتحر اكيد؟ لا. فانت ببساطه خلاص استفيد بالكتاب الواحد ده، وحاول توصل بليفل الكتاب الواحد ده كانك بتحل كتابين 3. ازاي؟ بانك تفصفص كل سؤال فيه. لو الوقت سمح حل كتاب تاني، غير كده خلاص. تاني حاجه بقى انا شايفها سبب كبير جدا لتشتتك، الا وهو ان انت مش عارف تدير وقتك خالص. مش عارف تدير وقتك، يعني انت بتذاكر في اي وقت وبتنام في اي وقت، فبالتالي دماغك والله مستحيل يديك يعني القدره الكامله والاستيعاب الكامل في المذاكره. يعني ببساطه الدماغ ده مثلا، انا والله متعود ان انا بنام بالليل، مش بنام انا من النوم مثلا، مش بنام الصبح. فلو انا جيت بالليل كده على الساعه 2 واجبرت دماغي ان انا اذاكر، مستحيل اعرف اذاكر. فانت بالتالي برضه مش بتاخد بالك من الكلام ده، بتلاقي نفسك بتذاكر عشوائيه بضغط الدروس. لا يا عم، اقعد كده فرغ كل الافكار دي من دماغك. اقعد والله انا عندي درس كذا وكذا، انا عندي مش عارف درس كذا وكذا، واقعد ظبط كل دروسك. خلاص يبقى انا هذاكر من كذا لكذا. ولو ما مشيتش على الخطه دي ب 100%، على الاقل هتمشي عليها بنسبه 90% وهتتحسن احسن. يعني ببساطه انت دماغك دلوقتي الاستيعاب بتاعك بالليل ولا الصبح؟ لا يا عم، الاستيعاب بتاعه الصبح. يبقى خلاص انا والله هنام مثلا من 12 لحد الفجر بس، يبقى انا كده معايا الخمس ساعات حلوين. وفي الصبح كده ايه، او خلال اليوم يبقى انت لي كده ساعتين تاني ولا حاجه وزي الفل. الحاجات دي بجد مش عايزك تكون مثالي، ومش شرط تكون انت انسان بقى مثالي جامد تنين المجنة عشان تعرف تعملها. انا بتكلم عن حاجات سهله جدا، حاول بقدر الامكان. وعادي يا عم لو يوم ضاع منك مثلا وما عرفتش تعمله، اديك بتحاول باقي الايام. المهم انك تحاول تظبط يومك، علشان بجد موضوع التشتت ده والله بيضيعك وبيخلي حاجات كتيره جدا تضيع منك. اتنين بقى، عدم الالتزام وفقدان الشغف. بص ببساطه كده وخد صدمه، ما فيش حاجه اسمها فقدان شغف. وانا بقول لك اهو، طبيعي ان جسمك زي اي جسم بني ادم طبيعي، مننا كلنا بني ادمين، ان انت تيجي من كتر خلاص المذاكره ومن كتر مثلا انت ماشي على روتين بقالك كتير جدا من شهر 8 ولا حاجه، فتلاقي نفسك ان جسمك اجهد ومش بيديك نفس الكفاءه اللي كان بيديها لك زمان. يعني مثلا كنت بتذاكر 10 ساعات مثلا، يعني بقول مثلا، فدلوقتي انت مش عارف تزود مثلا يا عم عن 8 ساعات، عن 6 ساعات، بدي مثال. فتلاقي نفسك انت مش قادر خلاص، وتقعد تقول ده بقى، ده انا فقد الشغف، انا مش قادر. ومع ان ده غلط، وانت فكره مش فقد الشغف ولا حاجه، بس كون انت تستسلم لفكره فقد الشغف دي بجد هو ده اللي بيضيعك والله. فما تستسلمش لفكره انت فاقد الشغف والكلام ده خالص، مفيش حاجه زي ما قلت انت فاقد الشغف. طيب تعمل ايه؟ حسيت والله دلوقتي ان انت مش قادر تذاكر وحاسس ان الدنيا بايظه معاك، هتلاقي نفسك، والله انا متاكد من كده، ان انت هتلاقي نفسك اول ما تحس ان انت فاقد الشغف او مش قادر تذاكر بتلجا لحاجه تانية. في منكم او معظمكم اذا مش قادر يذاكر خلاص بيجي راكن كده وماسك التابلت او ماسك التليفون ويقعد يقلب فيه. ببساطه بقى امسح كل الحاجات اللي انت بتقعد تقلب عليها. يعني مثلا والله انا لما بكون فاقد الشغف بقعد افتح فيس ومش عارف ايه، امسح الفيس. تلاقي نفسك بعد كده تاني يوم وانت بتذاكر مش قادر اذاكر، تمسك التليفون ما تلاقيش فيس، فتلاقي نفسك بجد هتجبر نفسك ان انت تذاكر. والله كل دي الحاجات هتساعدك بجد ان انت تذاكر بكفاءه، لان بجد اهم كام شهر جايين عليك هما الكام شهر اللي جايين دول. فانا بقول لك
طلع من دماغك بقى فكره فقدان الشغف وكل الكلام ده. لو حد جه سالك في اخر السنه انت ليه ما جبتش او ما عملتش او كذا، مش هتقول عشان انا كنت فاقد الشغف، اكيد مش هتقول له كده. وبما ان كتير منكم انا عارف ان هو دايما كده محتاج حد يذاكر معاه، او حد مثلا يحط لي جدول امشي عليه، لان انا بفتح في كل الكومنتات بتعمل لنا جدول، مع ان انا عارف ان الحاجه دي غلط، لان كل واحد فيكم بيختلف عن التاني في حته الجدول، وان الالتزام لازم يكون نابع من جواك. ولكن خلينا نتكلم في الواقع، الا وهو ان معظمنا بيكون محتاج حد فعلا يساعده في حته ان يحط لي جدول يمشي عليه، يساعده في الالتزام، يكون كده وراه بالعصايه بجد، كل يوم بالليل مثلا يشوفه خلص وما خلص وهكذا يعني. ففي تيم اسمه تيم قبس، ده تيم لمتابعه طلاب ثانويه عامه، هدفهم اصلا نفس الموضوع اللي انا بتكلم عنه، الا وهو ان هم يخرجوك من موضوع التسويف وعدم الالتزام والتشتت بتاعك ده. يعني ببساطه هم يساعدوك انت تبعت لهم كل مواعيد دروسك، وتبعت لهم والله انا عندي كذا وكذا يوم الجمعه، وعندي كل مواعيد دروسك انت لوحدك، وهم يعملوا لك جدول مخصص ليك انت لوحدك. وطبعا هيبعتوا لك كل يوم الصبح مثلا التارجت بتاعك النهارده، والله انت عندك كذا، يجي بالليل يسالك والله انت خلصت ولا ما خلصتوش وهكذا يعني. فالتيم بجد بيساعدك جدا في كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. وطبعا هدف التيم في ان هم يساعدوك ان انت تخلص كل التراكمات اللي عليك، بان هم يحطوا لك جدول مخصص ليك انت زي ما قلت، ومتابعه يوم بيوم. وطبعا لو قصرت هيكون معاهم رقم ولي الامر، هيبعتوا له فورا طبعا. ولو لا قدر الله حصل اي ظرف ليك وانت معرفتش مثلا تمشي على جدول في اليوم ده بتاع النهارده، فهتبعت لهم وتقول لهم ان انا والله حصل اي ظرف النهارده، هيغيروا لك الجدول، يعملوا لك جدول برده مخصص ليك. وبما اني لسه قايل لك بقى ان الالتزام المفروض يكون نابع من جواك، والمفروض ان انت مش عيل صغير يعني ومش محتاج حد يساعدك، ولكن لا مانع بجد ان حد يساعدك، لان ده واقع احنا عايشين فيه كلنا زي ما قلت. يعني بتيجي انت في اخر كام شهر في ثانويه عامه بتلاقي ان انت فاقد الشغف ومش قادر، فما فيش مشكله ان حد مثلا يساعدك ويعينك. وبجد انا شفت يعني اراء كتير من الطلاب كانت اراء كويسه والله، يعني انا شفتهم كانوا متابعين معاهم، وشفت يعني بجد المتابعه معاهم كويسه جدا. وانا شفت زي ما قلت لك اراء طلاب كده، شوفها انت اهو، كانت متابعه معاهم والحمد لله، يعني كانت في نتيجه ايجابيه مع مرور الايام والحمد لله. يعني هو كان جواه الالتزام، ولكن اول ما لقى حد يساعده الالتزام بتاعه زاد وربنا كرمه. رابع حاجه بقى موضوع التراكمات. بص ببساطه موضوع التراكمات انا كل مره بقول لك نفس الحل، لانه والله بجد هو حل واحد ملهوش تاني. لان ببساطه دلوقتي انت متراكم عليك يا عم اجزاء في المنهج، هل التراكمات معناها مثلا ان انت عيل فاشل وان انت كنت مقصر ومش هتجيب مجموع وكل الكلام ده؟ لا غلط عادي. في مننا بيراكم، انا كنت احيانا براكم، ولكن كان بيبقى غصب عن ضغط دروس مش عارف ايه، فكان بيعمل مني درس معين. الدرس المعين ده كنت بعمل ايه فيه؟ والله جيت في اول الكتاب كده، جيت في اول الكتاب عند الغلاف بتاع الكتاب، وجيت كاتب انا متراكم عليا درس كذا وبس، وجيت مذاكر كويس جدا اللي بعده. يعني انا كنت ماشي في الجديد كويس. فاول خطوه تعملها في موضوع التراكمات انك تمشي في الجديد، اوعى تراكم، اوعى تراكم في الجديد، والقديم تكتب والله انا متراكم عليا كذا وكذا في كل ماده وبس. كل يوم والله زي ما قلت لك يا عم قليل دايم خير من كثير ومنقطع، فكل يوم كده وفر لك ساعه ولا ساعتين، وبجد والله يعني تعالى عند الساعه دي بالليل وخلص جزء معين. يا عم لو عليك درس 10 صفحات ذاكر منه 3 4 صفحات عادي، اسمك خلصت جزء. ولكن طول ما انت باصص للتراكمات، جايب التراكمات ولازم اخلصهم مره واحده، والله العظيم مش هتعرف تعمل حاجه. بس كل يوم والله انا جيت النهارده مثلا انا فاضي النهارده الساعه دي، خلاص انا هخلص جزء معين. اعمل كده بجد كل يوم، وحط لنفسك خطه على حسب التراكمات اللي عندك، هتلاقي نفسك والله 20 30 يوم بالكتير ان شاء الله وخلصت. وطبعا شرط ان انت تكون ملتزم وان شاء الله ربنا يكرمك. وبالمناسبه بالنسبه لتيم قبس، فاول 10 طلاب منكم هيكلموهم، هسيب لك الرقم بتاعهم في الكومنتات. اول 10 طلاب منكم هيكلموهم لهم اشتراك مجاني اول شهر، وهيتم معاك مجاني اول شهر، وبعدين زي ما انت تحب، حابب تكمل كمل، مش حابب براحتك برضو، ولكن ليك اشتراك كامل اول شهر. واي حد بعدهم ليه خصم 25% لمده 3 ايام، هينتهي بعد 3 ايام. فادخل كلمهم واعرف منهم التفاصيل، ولو عجبك وانت لقيت ان انت محتاج فعلا حد يساعدك في كل الحاجات دي اشترك معاهم، ولو مش كده فالتزم بشويه الحاجات اللي انا قلت لك عليهم، وان شاء الله ربنا يكرمك. بس لو اي حد فيكم محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليه. وكمان هسيب لك لينك التليجرام في الكومنتات، هبعت لك عليه كده شويه تلخيصات وحاجات هتنفعك ان شاء الله. وبس اشوفكم في فيديو جديد، سلام.